السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا هنعمل دراسة جدوى عن مشروع الميل وورم، وهنبتدي بداية من الخنافس. هنقول لكم واحدة واحدة ايه هي دورة الحياة وازاي بنحسب دراسة الجدوى بتاعتنا. وفي الفيديو ده في حاجة جديدة جدا وحصرية، وهو في سلالة من سلالات السوبر ميل وورم مصرية موجودة عندنا في مصر هنا، هوريها لكم بعد ما نعمل دراسة الجدوى بإذن الله. وبالنسبة للناس اللي كانوا عايزين يشوفوا السمك، والناس اللي سألت على الاستاكوزا هي لسه عايشة ولا جرالها ايه، هوريلكم كل حاجة ان شاء الله الفيديو ده. نبدأ بقى بدراسة الجدوى بتاعتنا. بصوا يا جماعة، انا هعمل دراسة جدوى بسيطة جدا. دراسة الجدوى احنا عندنا هعملها على الخنافس، فالواحد خنفسة بتجيب في اليوم من 3 ل6، من 3 ل6 يرقات. تمام، من 3 ل6 يرقات. طيب، هي الخنفسة دي مش شرط ان هي تكون يعني خنافس بيبقوا ذكور واناث. فانا دلوقتي لما هاجي احسب مش هحسب ان الواحدة بتجيب كده، لا ده انا بقى هحسب ان الاتنين هما اللي بيجيبوا من 3 ل6 في اليوم. يعني هقول ان الواحدة بتجيب من 1.5 ل3 في اليوم. ده انا كمان مش هقول كده، ده كده ان هي تجيب 3 ده في امثل حاجة، وان هي تجيب 1.5 ده في اقل حاجة. احنا بقى هنحسب، هنقول ان هي هتجيب 1 بس في اليوم. حلو كده. طيب لما هي هتجيب 1 بس في اليوم، يعني ده معناه ان كل 2 خنفسة هيجيبولي 1 في اليوم. يعني لو انا بقى عاوز احول النسبة دي لجرام، كل 2 خنفسة بيجيبولي 1. هو الجرام فيه قد ايه؟ الجرام فيه 6. تمام. يبقى انا كده عايز اعرف بقى، يعني الاتنين خنفسة دولت لما يقعدوا عندي اليوم الواحد هيجيبولي قد ايه جرام. انا حسبتها قبل الفيديو ولقيت النسبة طلعت 3/10 جرام. الخنفسة الواحدة بتجيب 3/10 جرام. طيب في اليوم. طيب حلو اوي. يبقى لو انا ضربت 3/10 جرام، ضربتها في 75 يوم اللي هي دورة حياتها، هتطلع الواحدة بتجيب لي كام جرام؟ هتطلع الواحدة بتجيب لي 22 جرام ونص. طول الدورة الخنفسة الواحدة بتجيب لي 22 جرام ونص. حلو قوي. يعني لو انا عندي 500 خنفسة هيجيبوا لي قد ايه في الدورة بتاعتهم؟ هضرب 500 في 22 جرام ونص وهعرف هو هيطلع لي كام. ثواني اضربها كده على السريع وهجيلكوا تاني. تمام، انا حسبتها طلعت 11 كيلو. انا هنا كنت حاسب على 1 خنفسة، ولكن هي المفروض الاتنين خنفسة هي اللي بتديني الواحد في اليوم، فهقسم الرقم اللي طلع لي ده على الاتنين. 5 كيلو ونص. في دورة حياتها بتديني 5 كيلو ونص. بتستهلك علف قد ايه، واليرقات بيستهلكوا علف قد ايه لحد ما يكبروا ويبقوا بالوزن ده؟ هما هيستهلكوا حوالي 10 كيلو. حلو كده، 10 كيلو. ده كده بالزيادة قوي قوي قوي، هما مش هيوصلوا ل10 كيلو ده خالص اصلا، ولكن انا هقول بالزيادة قوي هيستهلكوا 10 كيلو. فانا هضرب 10 كيلو في سعر الرد النهاردة اللي هي 15، هتديني 150 جنيه. يعني كل العلف اللي هيستهلكوه في دورة حياتهم دي ب150 جنيه. طب ال5 كيلو اللي طلعوا عندي دول، او ال5 كيلو ونص اللي طلعوا عندي دولت بيتباعوا بكام؟ دلوقتي حاليا كيلو الميل ورم بيبدأ من أول 600 لحد 1500، ولكن احنا هناخد بأقل حاجة وهي 600 برضو.
لو احنا ضربنا 600 في 5 كيلو ونص، هضربها واجي اقول لكم هيعمل كام بالظبط. طلعت يا جماعة ب3000 وشوية، 3300 او 3200، مش فاكر كنت ضاربها طلعت كام. المهم هنقول ان ال300 دول كلهم انا هشيلهم اكنهم هم تمن العلف، رغم ان العلف ب150 بس قول ان احنا كمان هنجيب بطاطس او هنجيب بطاطا او هنجيب كده اثناء الدورة، ومستحيل نجيب حاجات بدي تعدي ال100 جنيه اصلا، بس قول احنا حاطين بالزيادة. تمام. فطالع 3000 جنيه صافي من الدورة بتاعة 500 خنفسة في 75 يوم. الدورة 75 يوم من 500 خنفسة. احنا حاسبين على اقل حاجة، لكن احنا حاسبين ليه على اقل حاجة؟ لان ممكن ان اللي يشتغل يكون مبتدئ، وانا متوقعش ان المبتدئ هيوصل ان هو يخلي الخنفسة بتاعته تبيض 3 بيضات في اليوم. ولكن برضو لو انتوا اتفرجتوا على الفيديوهات، انا قايل كل المعلومات المهمة اللي انتوا محتاجينها عن الخنافس عشان توصلكوا ان هي تبيض نسبة اكتر من عدد البيوض يوميا. ولكن احنا هنفترض ان واحد ما يعرفش اي حاجة خالص، فبالتالي هي النسبة هتكون معاه زي ما احنا ما قلنا كده، اللي هي واحدة بس في اليوم من كل 2 خنفسة. يعني اكن الخنفسة بتبيض بيضة واحدة بس في اليوم، نص بيضة قصدي في اليوم. تمام. انا بقى حابب اوريكم حاجة ظهرت عندي النهاردة. بصوا، انا عندي هنا سوبر ورم بقى مش ميل ورم، واحدة كمان اتشرنقت اهي. وعندي هنا دي كانت شرنقت سوبر ورم وماتت، هي لما بتموت بتتحول للون الاسود ده. دي كده طلعت بره خلاص. عندي هنا ميل ورم سوبر ورم برضو قصدي، ولكن هي شكلها بتموت مش عارفة تتشرنق. عندي هنا برضو سوبر وورم متشرنقة، ولكن الشرنقة دي مشوهة. والمفاجأة بقى ان اخيرا بعد انتظار كتير جدا طلعت سوبر وورم خنفسة اخيرا. بصوا يا جماعة، اخيرا طلعت واحدة ومش مشوهة، سريعة جدا ما شاء الله دي. اخيرا دي كده اول واحدة، اول خنفسة سوبر وورم انا اتعامل معاها الصراحة. ناخدها بقى نرجعها عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بصوا بقى يا جماعة، دي بقى المفاجأة، ودي سلالة من السوبر وورم مصرية. اللي جاب السلالة دي واحد من متابعين القناة اسمه مصطفى، ربنا يبارك له يا رب. هو بعتلي منها 2 سلالة مصرية. بصوا بقى، سوبر وورم ولكن كلها لونها اصفر، مش شبه السوبر وورم التاني اللي هو جسمه مخطط. بصوا كده، دي السلالة الأوروبية اللي عندي. بصوا جسمها بيبقى مخطط كده، انما بصوا دي سلالة مصرية سوبر وورم. هو مصطفى ساكن في المنوفية، وهو بيحفر لقى الدودة دي، فهو كلمني عشان هو كان عاوز يشتري مني ميل ورم، وانا رحت قابلته فعلا، اديت له الميل ورم اللي هو كان عايزه، واخدت منه عينة من السلالة المصرية اللي هو بيقول عليها دي. هو حفر في الارض عادي ولقاها. فاحنا بقى هنشوف كده ايه نظام السلالة الجديدة من السوبر وورم دي، وهنعمل عليها تجاربنا. ولو فعلا السلالة دي متواجدة بكثرة في الأراضي المصرية، ده كده يبقى حاجة جميلة جدا جدا جدا، لأن هي أكيد متعودة على الجو بتاعنا أكتر من السلالات اللي هي المستوردة. عموما تابعوا معانا بقى القناة عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. ودلوقتي هروح اوريلكم الاستاكوزا اللي كان عايز يطمن عليها والسمك. ثانية واحدة. اهي الاستاكوزا بتاعتنا عايشة وجميلة اهي. بصوا عايزة تاكلني كمان. نطلعها نتفرج عليها. تعالي، ما انا بقى ما ايه، انا معكستهاش من ساعة ما هي ما جت.
حانت لحظة ايه ان احنا نعكسوها اهي يا جماعة، حية وعايشة وقاعدة بتقطع لي في الشبكة اهي كمان. انا عايز اقول لكم النتاية بتاعتها حامل. هنزل لكم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله النتاية، هبقى اوريها لكم لان هي دلوقتي مش عندي في المكان ده، في مكان تاني، فانا هوريها لكم، هوريكم البيض فيها ما شاء الله عامل ازاي. ولكن انا عزلت النتاية عن الذكر عشان ما الذكر بيضربها يعني وكده. تعالوا بقى اوريلكم السمك، هو جنبه على طول اهو السمك ما شاء الله. هما يعني شغالين بيتكاثروا وانا شغال ببيع منهم وشغال بشيل منهم، لان هما سرعة تكاثرهم عالية جدا جدا جدا. وسرعة تكاثرهم دي بسبب ان انا باكلهم علف انا اللي مصنعه بنفسي، مش مشتري لهم علف من بره، لا انا باكلهم علف انا اللي مصنعه بنفسي، ومصنعه من الميل وورم مع حاجات تانية. فما شاء الله عليهم يعني، هم كلهم حوامل اصلا. اللي عاوز برضو يشتري سمك جابي يكلمني، انا هبيعه له بسعر كويس جدا. واللي عاوز يشتري علف اللي انا بعمله برضو مفيش مشكلة، هديوله. لو حد عاوز يجرب عايز عينة برضو مفيش اي مشكلة، يعني انا تحت امركم في اللي انتوا عايزينه. تمام كده نهاية الفيديو ان شاء الله. يا جماعة انا بس عايز اخد رأيكم في حاجة. الفيديو الجاي اللي عاوزه يكون فيديو مجمع بكل المعلومات اللي انا اعرفها عن الميل وورم من اول ما اشتغلت لحد دلوقتي، لان انا شايف ان المعلومات اتقسمت على فيديوهات كتيرة قوي قوي قوي، لان انا كنت بادئ التجربة معاكم وواحدة واحدة كنا بنتعلم سوا. فاللي عاوز بقى اعمل له فيديو فيه الخلاصة بتاعت كل التجارب اللي اتعملت يكتب في الكومنتات رقم 1، واللي عاوز فيديو بنتيجة التجربة بتاعت العلف يكتب 2. انا كده ولا كده هنزل لكم الفيديوهين دولت ان شاء الله، ولكن انا بس عايز اعرف انزل مين الاول ومين التاني. اللي عاوز كل المعلومات عن الميل وورم يكتب 1، واللي عاوز معلومات عن التجربة بتاعت العلف. تجربة العلف دي انا كنت عامل 16 نوع علف، كنت بجرب ايه هو احسن نوع، والحمد لله النتيجة خلاص يعني الى حد ما ظهرت. ولكن عايز افهمكم ايه اللي حصل في التجربة من اولها لاخرها عشان تعرفوا كل نوع علف بيعمل ايه. مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، متنسوناش بقى من الاشتراك بقى، اشتركوا كده وظبطوني بقى. يلا سلام عليكم.